مساء الخير، مساء النور. نتمنى تكونوا كامل بألف صحة وسعادة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة منعشة وتوالم شهر رمضان الكريم، اللي هي شربة بوفاريك بطريقة جد سهلة وبسيطة توجديها في آخر لحظة. مكوناتها متواجدين في كل بيت وبدون مواد حافظة. أول حاجة نطيب الشربات. هنا في هاد الوصفة، في وصفة شربة بوفاريك الأصلية، لازم الشربات نطيبوها. عندي كاس سكر، نضيف عليه كاس ونص ماء، ما يكون عادي. نضيف عليه مبشور حبة قارص. نخلط هاد المكونات جيدا باه ما يتحرقلناش السكر. كنحطوه على النار، نحط الشربات تاعي على النار حتى تاخد الغلية. نخليها تغلى مدة 5 دقائق ونطفي عليها. ونجوزو المرحلة الثانية. هنا خذيت مبشور حبة قارص، نضيف عليها كاس ناقص صباع عصير الليمون. هاوليك الشربات راهي غلات، خليتها مدة 5 دقائق وطفيت عليها ونضيفها لعصير الليمون. شوفوا هنايا راه مبشور القارص راه عطانا اللون. نزيد عليه 4 كيسان ماء. هاد الكمية اللي استعملتها تاع 4 كيسان ماء وكاس عصير ليمون وكاس ونص ماء تاع الشربات تخرج لي لتر ونص شربات بزوج حبات قارص. انا هنايا استعملت غير 2 حبات. نخلط كامل هاد المكونات حتى ينسجموا لي مع بعض. نخلط هاد المكونات هكا شويه ونصفيو الشربات. وكما قلت لكم الدور تاع مبشور الليمون هنا يعطينا الذوق واللون. كما راكم تشوفوا راه عطانا اللون. هنا نضيف 4 كاس حليب عادي يكون بارد حوالي 50 غرام. وكاين اللي يدير ياغوت بذوق الليمون، لكن انا نفضل الحليب احسن. نزيد عليه شرائح الليمون لتعزيز النكهة مع مغرفة صغيرة لافاني. نخلط هاد المكونات جيدا والشربات تاعي راهي واجده. هنا نقدر نخليها كيما راهي بلا ما نزيد لها اي منكهات. ولا بغيتها باش تجيني باللون الاصفر نزيد لها لا غوم سيترو ولا لا باتاغوم سيترو. كيما انا هنايا ضفت على راس المغرف لا باتاغوم وخلطتها مليح، عطاتني هاد اللون. كاين اللي يجي في اللون الابيض واللون الاصفر، نتوما استعملوا تاع اللون الاصفر باش نتحصلوا على اللون اللي حبيناه. وهذه هي النتيجة الأخيرة. الشربات تاعي نحطها في الثلاجة باه تبرد. كما تابعتوني ما فيهاش كامل خدمة، حاجة نقيقية تاع الدار. نتمنى تكون نالت إعجابكم، وعلى بالي بلي راح تعجبكم بزاف. إذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو في وصفة جديدة والسلام عليكم.